نعود إلى مسألة محاولة التزوير الإعلامي. لا تزال تعرض هذه المسائل في العديد من القنوات المغرضة، ولا نزال نوضح المزيد من تلك الأخبار المشبوهة. لنتابع أستاذ خالد ومع السادة المشاهدين التقرير التالي. بعد أن تفاجأ العالم بتلاحم الشعب السوري وحرصه على وطنه ومحبته لقائده، سعرت المحطات بشكل جنوني لاختلاق ما تسميه غضب الشارع. يبدو أن معد الخبر لا يعرف أن مساحة سوريا هي 185 ألف كيلومتر مربع، فيتم تغيير العنوان على أنه نفس المكان، ويمكن ملاحظة الدائرة الصفراء التي توحي بتبدل أسماء المدن دون أن تتغير الصورة. أيضا تحتار المحطات في تلفيق شهود العيان، ونحن لا نبحث في جودة الصوت المنقول مجهول المصدر، ولكن نؤكد على جغرافية المكان لنلاحظ. ومعنا من درعا شاهد العيان أحمد محاميد. سيد أحمد، ماذا لو لخصت لنا مجمل ما شاهدته العديد في الواقع من بلدات درعا؟ نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم بعد صلاة الجمعة التي قامت في المسجد العمري في مدينة درعا البلد، خرج نحو 50 ألف متظاهر من منطقة الجامع العمري ونزلوا إلى المنطقة المحاذية في الجهة الثانية التي تسمى المحطة. إن ساحة الجامع العمري لا تتسع في جميع الظروف لأكثر من 3000 شخص. لنلاحظ أيضا الدائرة الصفراء، فهل هناك سوري واحد يحرق علم بلاده؟ إشارة استفهام نضعها وصمة عار على جبين كل من لا يريد الخير لسوريا. تابعنا هذا التقرير المشوه والمزيف والمستفز في نفس الوقت، ولكن نحن نناقش الآن. تعرف الجامع العمري طبعا. كل الناس الذين يزورون درعا بيعرفوا أنه لا يتسع. ليش عدد سكان البلدة شو؟ البلدة في المدينة، في المحطة والمدينة، في محطة وفي بلدة. عدد سكان البلدة شو؟ يعني في 50,000. يعني هذا التزوير المؤلم بكل معنى الكلمة، ماذا تقول عنه؟ هذا يجعلك متيقنا ومتأكدا من أن الهجوم عليك معد إعداد كبير، وهذا يجعلك أكثر من ذلك. في دولة اسمها سوريا، سامع فيها أنت مظبوط؟ أكيد. طيب. ما هي في دولة اسمها سوريا. شو رأيك أستاذ خالد؟ بتطلع وكالة الأنباء فيها. نعم. وكالة الأنباء يعني يلي بتحكي عن باسم مؤسسات الدولة كلها. بتطلع 20 خبر، بيطلع شاهد عيان واحد ما بيعطي اسمه. تابع فضائيات، بيحط لك شهود عيان كذا كذا إلى آخره. بيحط لك وكالة الأنباء شو حكت إلا بعدين، بعد ما انفضحوا طبعا، إنه والله والوكالة السورية للأنباء حكت هيك. انتبه جيدا. شاهد عيان بيتقدم على وكالة أنباء لدولة. في علم الإعلام لا يجوز. في علم الإعلام لا يجوز. طيب شاهد عيان طلع حكى. طيب أنا بتمنى بحط شهود عيان وبحط نقطتين وبضيف بعدها. هلا شو بيسألك سؤال؟ هو بده يرد عليك، بده يقول لك اسمح لي أنا فوت صور. لا حبيبي مالي سامح لك تفوت تصور. مين أنت لحتى اسمح لك تفوت تصور؟ وليش تفوت تصور يعني؟ ما دام أنا المصورين تبعي ما عم دخلهم. صارت مواجهة بدرعا، ساحة رصاص، ساحة نار. أنا مصوريني منعتهم. هيك أنا عقلي الأمني والسياسي عم يقول في هذه اللحظة، تقديراتي عم تقول هيك. لا بدك تفوت؟ لا حبيبي ما بتفوت. بس تصير أرض مستباحة وتصير معارك بين جيوش تفضل فوت. تفضل. أما أنا عم نظم هذه الأرض، أنا عم بتعامل مع مواطنيني،
وما بقبل لك اطلاقا توجه لي اي تهمه على انه هدول مو اهلي، هدول اهلي هدول. فعلا مصورين الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون منعوا لسلامتهم تماما بكل معنى الكلمه. عفوا كل زملائي المسؤولين وين كانوا؟ يعني بالساحه. يعني في هذه اللحظه يا علاء تتقدم مؤسسه تتراجع مؤسسه. بالضبط، حسب المقتضى. تماما حسب الحاله، حسب المقتضى، حسب المطلوب، حسب في تقدير موقف. يعني قد أنت بلحظة متى يتقدم الجيش؟ في لحظة. متى يتقدم عناصر الشرطة؟ في لحظة. بالضبط. متى يتقدم عناصر الأمن الذين لا يحملون سلاح؟ في لحظة. متى أتقدم أنا وإياك؟ في لحظة مختلفة أيضا. طيب معلش، بكل شفافية، هنالك من يقول بقى هنالك عدد لا بأس به من شرائح مجتمعنا يسمع لشاهد عيان على أساس في المكان يتفرج على هذه المحطات ويمكن أن يسلم بما أظهرت، بما منتجت، بما لفقت. نعم. طيب هذا يعود إلى أزمة ثقة بين وسائل الإعلام والناس. هذا يعود وسائل إعلامنا. هذا يعود إلى أكثر. بكل شفافية. نعم يعود إلى أكثر من سبب. أخي علاء، أولا بدك تنتبه أنه أنا وياك شفنا على هذه الفضائيات وصدقنا. ليش؟ لأنه أنا وياك أفراد لا نمتلك الأدوات القادرة في لحظتها على الفرز. نعم. يعني في لحظة بعينها لا يستطيع شخص بمفرده دون مؤسسة، تماما دون مؤسسة أن تتصدى. نعم. وين عتبي أنا؟ انتبه، عتبي في اللحظات الأولى أنه لم يكن هناك ثقة بين المواطن وبين وسيلته الإعلامية. الآن عندما نحن أفضل من المصريين، انتبه، صحيح. إعلامنا كان أفضل من الإعلام المصري، وأنا هون مع موازن بين الحركتين على مستوى لاحظ جيدا. تقدم الإعلام فقال هناك قتلى. أحسنتم. عتبي على الإعلام أين؟ الإعلام السياسي والإعلام الأمني. يعني كان مطلوبا، ولا أدري إن كانوا قد نفذوا هذا الأمر أم لم ينفذوه. كان يجب، بما أنه الأرض أرضي، الشعب شعبي، وأنا موجود كي أظهر الحاصل، أنا بحمل فريق إعلامي، بأمن له مساحة آمنة، انتبه، في زاوية في مكان ما محدد، وبخليه يصور. هلا وزارة الداخلية فعلت ذلك وجهات أمنية فعلت ذلك في مناطق معينة. ممتاز. وخرج هذا على الملأ بكل معنى الكلمة. كنت أنا الذي أريد أنه مساحات أكبر. يعني في قناص بالمكان، أنا عفوا بعرف أنه مصورين هذه القضايا، بس أنه تقديمها على أنه في قناص يا أخي. تمام. هلا عجبتني إحدى الفضائيات. التلفزيون لديه صورة القناص. عظيم. عجبتني إحدى الفضائيات ثم قفزت عن هذا الأمر. مراسلها ميدانيا يقول عم بيقول هو واستطيع ان اذكر اسمه يعني على احدى الفضائيات، قال بان هناك قناصه في هذا المكان يصطادون او يقنصون المتظاهرين. نعم، لكن ذكرها مره واحده وبعد ذلك حيدوها بكل معنى، لانه ليس هذا هو المطلوب. طيب استاذ خالد، من تابع هذه الندوه، إذا كانت اللوجو مو موجودة أو العلم السوري أو ما ينبي عن أنه هي شاشة الفضائية السورية، يعتقد بأنه هذا الذي نقوله في محطة أخرى؟ أخي علاء، أنا معليش يعني يستغربون هذه الشفافية؟ يجب أن نكون يعني كذلك، يجب أن نكون كذلك، ونشتغل على ساعات مطولة من أجل ذلك. أنا واثق تماما أن مواطننا إلى جانب إعلامنا، انتبه، عندما نستطيع كإعلاميين أن نقدم مساحات قادرة على ربط وجذب الثقة بينك وبين المواطن. انتبه جيدا، يجب أن نكون سباقين في كل الأحداث، ويجب ألا نخجل، يجب ألا نستحي من أي شيء نقوم به. نحن دولة ومؤسسات، وإذا أخطأت مؤسسة من المؤسسات، يعني خذ الآتي، ما الذي حصل في الصنمين مثلا؟ شاهد عيان. أنا سأعتمد على مقولة شاهد عيان من أهلنا من الصنمين. هلأ لا أدري هو مركب هو واقعي، لكن أنا سأخذ العبارة. قال بالحرف الواحد، قال ركضوا الأولاد باتجاه فرع كذا، في مفرزة في فرع والله ما بعرف هناك يعني بالضبط، فوصلوا لهناك، ردوا رجعوا راحوا على مكان ثاني، ردوا راحوا على مكان ثالث، يعني بيعني في الجيش الشعبي. انتبه جيدا، مين اللي ضرب النار؟ الحارس اللي برا. هذا الموضوع يعامل جنائيا،
مو الدولة. ما يرد هذا على الدولة. أنت حارس، أنا حارس على مكان، داهموني ناس، لدي مهمة، أنا ما ببرر، انتبه، ما ببرر. أنا قد يكون اتصل فيه المسؤول عنه قال له اضرب، يا أما قال له لا تضرب وضرب، هذه مسألة أخرى. هذا فعل جنائي، هذا فعل جنائي يحاسب ويحاكم وكذا و لو كان من يكن. لماذا أحمل هذا الموضوع باتجاه السلطات والدولة ضرب على المتظاهرين؟ وكالات الأنباء، لاحظ جيدا، هو يقول أن الحارس ضرب باتجاه الشباب اللي هجموا يلي كذا إلى آخره. هو لم يذكر أنهم مسلحين أو غير مسلحين، هو لم يذكر. سأخذ هذه الرواية، لن أخذ روايتنا يعني، انتبه جيدا. طب هذا جنائي، هذا فعل جنائي، هذا يمكن مباشرة يحاسب. أما أن الرئيس بشار الأسد هو أعطى أمر ولا ما أعطى أمر، لك يا أخي بالقانون، القانون لا يخولك أن تستعمل النار إلا في حالات محددة، إلا في حالات ضرورة. طبعا في نظام خدمة الشرطة تماما. هنالك حالات محددة لاستخدام النار. حتى دفعنا ببعض قوات الأمن ما حاملة بشيء بإيدها، نزلت على الساحات، ضربوها يعني آسف جدا، استعملوا السلاح الأبيض تماما، وقنصوها وكذا وإلى آخره. صدقني أنا صورت بعض من رجال الأمن ألقي عليه البلوكات. نعم، البلوكات. نعم. من الأسطحة والمنازل والحجارة، وشخص من وحدة المهام الخاصة أطلق عليه الرصاص وهو طالع على الباص. تماما. وقت اللي أخذوهم وطالعوهم على الباص من أمام الجامع العمري، دخلت الطلقة من صدغ إلى صدغ بكل معنى الكلمة. نعم. وهذا شيء أنا مصوره، يعني ما قال عن قيدي. عفوا لاحظ هناك أمر خطير، أمر خطير هام. كل الفضائيات تتحدث عن مظاهرات ومتظاهرين ومحتجين لكن انتبه، كل ما حرق من أملاك عامة لا أحد يقترب إليه أو منه، لا قصر عدل ولا مؤسسات ولا أي شيء ولا أي شيء. الأخطر من ذلك يا أخي علاء أن بعض الفضائيات كانت تعطي إيعاز قبل من الصعب. القصر العدلي في درعا حرق بعد ساعة ونصف من إيعاز إحدى الفضائيات، من خبر جاء على إحدى الفضائيات. أكثر من ذلك لا. يلا ماشي، تفضل. طيب الآن ننتقل إلى مفصل مهم جدا.